عن لاستاد اللقاء مع الزميل احمد المصري، واحد من نجوم الترجي التونسي طه انيس. اتفضل يا مصري. كابتن سيف، برحب بيك في استاد العرب. الترجي التونسي يواصل الانطلاقه في البطوله العربيه بفوز مهم على المريخ السوداني بهدفين لنجمه انيس البدري ليتاهل بنسبه كبيره او رسميا الى الدور قبل النهائي. واحد من نجوم فريق الترجي التونسي ومنتخب تونس وطه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق التونسي. طه، برحب بيك في البدايه في مصر في الاجواء العربيه الجميله دي، وقبل ما اسالك عن المباراه عايز اعرف انطباعاتك ايه عن البطوله بصفه عامه. والله انطباعات جيدة، يظهر لي معناتها منبهر بالتنظيم هذا. ان شاء الله ديما معناتها نشوفوها كل عام البطولة هذه، وان شاء الله كل عام تبدا في بلاد، وان شاء الله نشوفوا تنظيم كما التنظيم هذا ان شاء الله. مباراة مهمة النهارده، مباراة أفريقية بنقلة عربية مع المريخ، ودايما دربيات السودان وتونس بتكون قوية، لكن قدرتوا يعني تنهوا المباراة مبكرا. أسباب تفوق الترجي التونسي في مباراة اليوم إيه؟ اسباب تفوق يظهر لي كنا خير منهم على النواحي الكل، سيرتو الناحيه البدنيه والناحيه الفنيه. هيكم شفتوا معناتها بريسك ما لعبوا معنا حتى شيء، جارين سيرتو بعد البونت الاول جارين المقابله كما حبينا، عرفنا كيف نجريو المقابله حتى للاخر، مركنا بونتو الثاني. تو جينا لهنا يظهر لي باش نفوزوا بالبطوله هذه. عندنا اوبجيكتيف اللي هو نترشحوا للدور نصف النهائي. اول حاجه الحمد لله ترشحنا، تو عندنا مازال ماتش الهلال، ومن بعد عندنا ماتش نصف نهائي اللي ان شاء الله نحضروا له كما يلزم ونترشحوا للنهائي، وعلاش لا نفوزوا بالدوره هذه ان شاء الله. طه، الاداء بيرتفع تدريجيا، وخاصه انتوا جايين من فتره راحه، يعني شايف ان الاداء بيرتفع فعلا، ماشيين في سيستم معين، وخاصه عندكم تحديات قويه الفتره الجايه سواء محليا او قاريا؟ كاو معناتها قدر الترجي انه يلعب على الالقاب، يلعب على كل الالقاب. صحيح يمكن بعد دور المجموعات تاع كاس رابطه الابطال الافريقيه ارتحنا، عملنا اسبوع راحه. هذاك اش خلينا ماتش النفط العراقي معناتها ما عملناش ماتش باهي. هاكم شفتوا معناتها الماتش هذا يظهر لي خير الماتش هذا يظهر لي خير من الماتش اللي قبله. ان شاء الله الماتشات الجايه معناتها نشوفوا وجه الترجي الحقيقي ان شاء الله. ياسين، تألق كبير الكره التونسيه والانديه التونسيه، شايف ان المنتخب التونسي بالمجموعه الحاليه قادر على الوصول الى روسيا، وايضا الترجي قادر على الفوز بالحلم اللي بيحلم كل اللاعبين وهو دوري ابطال افريقيا في ظل المجموعه الموجوده؟ والله كما حكيت لك معناتها يظهر لي قدر الترجي التونسي انه يلعب على الالقاب. عندنا مباراة مصيرية مع الكونغو مع المنتخب الوطني، معناتها ماتش ذهاب وإياب اللي إن شاء الله نحضروا لها كما يلزم، خاطر معناتها إن شاء الله كي نربحوا الماتش هذاك عليه ذهاب وإياب معناتها نعملوا با كبيرة باش نترشحوا كوب دي موند. بالنسبة لكأس رابطة الأبطال يظهر لي معناتها فماش واحد ما يحلمش إنه يهز الكأس هذايا. ان شاء الله مازال بكري باش نحكيو على ماتش الاهلي، ان شاء الله نكمل كوبا اراب ومن بعد عندنا حديثات ان شاء الله. الاهلي فريق قوي اكيد. بالطبيعه الاهلي فريق قوي، ما الترجي فريق قوي زاده، و في سبتمبر ربيع مدلي. طه ياسين الخنيسي بنشكرك. شكرا متشكر. كابتن سيف، ده كان لقاءنا مع طه ياسين الخنيسي مهاجم المنتخب التونسي وفريق نادي الترجي التونسي بعد انتهاء مباراه المريخ السوداني، والان عوده الى استاد العرب.